في الفيديو ده خلينا كده نكمل على فيديو الاخبار بتاع امبارح ونشوف كده جيمس جان قال ايه جديد، وعلى الجانب التاني نشوف كده ردود الفعل الاوليه من الممثلين اللي بيعملوا معانا شخصيات في الدي سي يو اتجاه الاعلان الاول لفيلم سوبرمان. للعلم يعني انا لسه منزل لك فيديو من شويه عن ردود الفعل الاوليه اتجاه اختبار كده فيلم سوبرمان، وللاسف التسريبات الاوليه دي مش بتبشر بالخير خالص يعني. فلو انت ما تابعتش الفيديو ده روح اتفرج عليه وتعالى تابع الفيديو بتاع دلوقتي، لان فعلا في الفيديو اللي فات موضح لك حاجات كتيره جدا وبنسبه كبيره جدا هتكون صحيحه. طيب خلينا مره تانية نرجع للفيديو بتاعنا عشان خاطر نشوف كده ايه اللي حصل. واول حاجه كده معانا بنعرف ان الممثل دانيال كيريك هو الخيار الاول انه ممكن يعمل معانا شخصيه الروكي بروك في العالم السينمائي الجديد. وانا بصراحه كده مش متفاجئ من انتشار الخبر ده. مبدئيا كده الخبر لسه ما تمش تاكيده بشكل رسمي، ولكن مش متفاجئ لان انا اتكلمت حوالين الخبر ده من فتره وقلت لك ان في اشاعات كده منتشره حوالين ان الممثل ده ممكن يعمل معانا الشخصيه دي في العالم السينمائي الجديد. فخليني اقول لك كده من وجهه نظري شايف فعلا ان الممثل ده هيكون مناسب جدا للشخصيه دي. طيب الفيلم ده ممكن يقدم معانا ايه في العالم السينمائي الجديد؟ فالفيلم ده ممكن فعلا ينقلنا كده لاجواء الحرب العالميه الثانيه مع مشاهد معارك حربيه ملحميه وتفاصيل واقعيه عن الجبهات والجنود. يعني نقدر نقول كده ان احنا هنرجع للماضي مع الشخصيه دي، وشايف برضو ان الشخصيه دي هيكون لها دور في مسلسل انيميشن كريتشا كوماندوز. فهنا كمان بعد الخبر ده نقدر نقول فعلا ان هم مهتمين جدا بالعمل ده. طيب بعد كده بنروح لرئيس استوديوهات دي سي جيمس جان علشان خاطر نشوفه كده بيتكلم حوالين العالم السينمائي الجديد. فهنا كده بعد ما وضح معانا ان الموسم الاول من مسلسل بيس ميكر هيكون كانون ما عدا المشهد بتاع الجاستس ليج اللي لحد دلوقتي انا مش شايف ان الموضوع منطقي، ولكن تمام مفيش مشاكل ممكن يوضح حاجه زي كده في الموسم الثاني. جيمس جان بيوضح معانا كده ان عالم دي سي هيكون خيالي ومفتوح، وده معناه كده ان اي حاجه تتخيلها ممكن تكون كانون او جزء كمان من القصه الرسميه اللي هو شغال عليها. فده معناه ايه؟ معناه كده ان جيمس جان ممكن في اي وقت من الاوقات يجي يقول لك ان في عمل معين في العالم السينمائي القديم بقى تابع للعالم السينمائي الجديد. واكبر دليل على ده لما عمل معانا كده مع مسلسل بيس ميكر الموسم الاول. وبرضه بكررك الكلام تاني وانا عارف ان انا بكرره ان فيلم سوسايد سكواد بنسبه كبيره برضه هيكون كانون، ولكن ده مش الموضوع اللي انا حابب اتكلم عليه. الموضوع اللي انا حابب اتكلم عليه ان من فتره كده من وقت ما مسك رئاسه استوديوهات دي سي قال لك ان انا هرجع مره تاني للعالم السينمائي القديم علشان خاطر ابتدي اعدل فيه. وده معناه كده ان فعلا جيمس جان ممكن يرجع للعالم السينمائي القديم ويعدل في الاحداث بتاعته، وتكون في النهايه كده الاحداث دي تابعه للعالم السينمائي الجديد. ولو بصيت فعلا للعالم السينمائي القديم هتلاقي ان في فعلا مشاريع تستاهل ان هي تتعدل عليها وتكون تابعه للعالم السينمائي الجديد، ولكن اللعب هنا هيكون في حته محدوده كده. يعني من الاخر جيمس جان مش هيقدر يلعب في السنايدر فيرس، لان من الاخر كده مش هينفع ان هو يلعب في السنايدر فيرس ويجي في النهايه يقدموا لك تابع للعالم السينمائي الجديد. في الحاله دي انت هيبقى عندك 2 سوبرمان، عندك 2 باتمان، فالموضوع مش هيكون منطقي. فهنا جيمس جان لو فعلا حابب ان هو يلعب في الافلام بتاعت السنايدر فيرس في يوم من الايام عشان خاطر تكون تابع للعالم السينمائي الجديد، في الحاله دي هيكون في فتح للمالتي فيرس. والكلام ده سبق قلت لك قبل كده ان بنسبه كبيره جدا في مستقبل العالم السينمائي الجديد جيمس جان بالفعل هيفتح المالتي فيرس وهيضم العالمين دول على بعض. فهنا برضو بعد تصريح جيمس جان بياكد معانا تاني كده ان هو في اي وقت من الاوقات ممكن فعلا ياخد حدث معين من العالم السينمائي القديم ويضمه معانا في العالم السينمائي الجديد. يعني في الوقت الحالي كده تقدر تتخيل اي حاجه ممكن تحصل في اي وقت. وانا عارف ان ممكن حاجه زي دي تتسبب في لخبطه، ولكن مش عارف بصراحه هو جيمس جان بيفكر في ايه او عاوز يعمل ايه بالظبط. طيب هنا كمان من اللي بياكدوا معانا جيمس جان ان شخصيه باتمان مش هتظهر في العالم السينمائي الجديد لحد فيلم باتمان بريفن ذا بول. واللي هو بصراحه انا اتصدمت جدا من التصريح بتاع جيمس جان، لان ما كنتش متخيل حاجه زي كده. مبدئيا كده وضحت لك قبل كده ان انا شايف ان فعلا هيتم التلميح عن شخصيه باتمان في الاعمال بتاعه دي سي لحد فيلم باتمان بريفن ذا بول، بل كمان بعدها جيت وقلت لك ان ممكن يظهر كاميو في فيلم سوبرمان، وارد جدا. بس هنا كده بعد تصريح جيمس جان واحد بصراحه بيحبط شويه، لان معلش يعني انت دلوقتي في سنه 2024 او قول ان السنه دي خلصت معاك سنه 2025 كامله مش هتشوف شخصيه باتمان اصلا، ولا في العالم السينمائي الجديد ولا حتى في عالم ايبي كرايم ساجا. سنه 2026 هيكون معاك الفيلم الثاني بتاع ذا باتمان بتاع ايبي كرايم ساجا، ومش هتشوف برضه شخصيه باتمان التابعه للعالم السينمائي الجديد. ويبقى بقى في الحاله دي انت عليك وعلى 2027 على بال ما تشوف شخصيه باتمان التابعه للدي سي يو. فجيمس جان بيوضح كده مش هيتم انتاج الفيلم لحد ما الاول كده يعملوا سكريبت ممتاز يليق فعلا بشخصيه باتمان، ولحد فعلا ما يوصلوا لنقطه سكريبت ممتاز لشخصيه باتمان. في الحاله دي هيبتدوا يشتغلوا فعلا على فيلم باتمان بريفن ذا بول. طيب الكلام ده هنا بقى بيوصلني لنقطه مهمه جدا لسه قايلها لك في الفيديو اللي فات بتاع التسريبات، ان من الاخر كده جيمس جان مش هيعمل اي حاجه لشخصيه باتمان غير لما الاول يتم عرض فيلم سوبرمان. والفيلم ده لو نجح تمام مفيش مشاكل، لكن لو الفيلم ده للاسف فشل فاقدر اقول لك كده ان احنا ندخل على ايام زي الفل بصراحه مع دي سي. احنا مش هنشوف النور تاني مع دي سي خالص.
ويمكن هنا كان جيمس جان فعلا قرب جدا على اختيار الممثل اللي يعمل معانا شخصيه باتمان، ولكن بعد التسريبات اللي انا وضحتها لك في الفيديو اللي فات جيمس جان يمكن يكون اتردد شويه على حاجه زي كده. ففي كده الاحوال مش شايف خالص التصريح بتاع جيمس جان ان هو منطقي ان شخصيه باتمان ما تظهرش معانا خالص كده لحد الفيلم، لان زي ما قلت لك قبل كده المفروض بدل معاه شخصيه اساسيه وهي شخصيه سوبرمان يبقى على الجانب الثاني متواجد شخصيه باتمان، لكن ان شخصيه باتمان تظهر كده بعد سنتين من ظهور الفيلم بتاع سوبرمان، فخليني اقول لك كده ان انا واحد من جمهور دي سي مش هكون راضي بصراحه عن حاجه زي كده. فايا كان بقى القرار بتاع جيمس جان حوالين شخصيه باتمان هتتقدم امتى، هو كده كده في الاول وفي الاخر رئيس استوديوهات دي سي، وهو برضه الادرى بالمشاريع بتاعته هيقدمها ازاي وامتى. فما علينا، احنا كده كده مش هنقدم ولا هنأخر. ندخل بعد كده على الخبر اللي بعده وهو يخص الممثل فرانك جريلو، الممثل اللي بيعمل معانا شخصيه ريك فلاك سينيور في العالم السينمائي الجديد. اتسال سؤال عن الاعلان الاول لفيلم سوبرمان، فهو عرفنا كده من الاجابه بتاعته ان هو فعلا شاف الاعلان الاول لفيلم سوبرمان، فبدايه كلامه كده ان هو يتمنى يعني ما يحصلوش اي مشاكل بسبب ان هو يتكلم عن الاعلان. وخد بالك مش اول مره يحصل مشكله مع الممثل فرانك جريلو، انا جايلك في الكلام بس اتقل عليا علشان خاطر في حوار بيحصل علينا. فرانك جريلو بيوضح معانا ان هو فعلا شاف لمحه كده صغيره من الاعلان، وبجد مش بهزر يعني ولا ببالغ، حسيت بحراره كده على بشرتي وجالي قشعريره، وده يدل كده على قد ايه الاعلان فعلا كان رهيب. وده كده كلام الممثل فرانك جريلو حوالين لمحه كده من اعلان فيلم سوبرمان. خليني اقول لك كده بصراحه انا شايف ان ده اشتغاله من الاخر كده، لان سبق وفي الفيديو اللي فات قلت لك ان في نغمه كده الممثلين بتوع فيلم سوبرمان او اي ممثل شغال في الدي سي يو بيطلع دايما كده ويقولها. اول حاجه لو اتسال على الممثل ديفيد كورنسويت الممثل اللي بيعمل معانا شخصيه سوبرمان، يطلع يقول لك هو ممثل فشيخ مفيش منه اتنين وما تقدمش معانا زيه قبل كده. فدي اول حاجه. بالنسبه لتاني حاجه بقى، لما تيجي تتسال على فيلم سوبرمان دايما تلاقي الفيلم روعه، الفيلم ممتاز، الفيلم مفيش منه اتنين برضه، فتمام مفيش مشاكل. احب اقول لك ان ده طبيعي ان انا امدح كده في الشغل ان انا متواجد فيه، ولكن اوقات بحس ان الموضوع ده افوره يعني بصراحه كده. ويمكن اكبر دليل على ده فيلم ذا فلاش اللي اتعرض معانا في نهايه العالم السينمائي القديم. شفنا ديفيد زازليف قال ايه رئيس شركه وورنر بروس، شفنا بعد كده جيمس جان قال ايه برضه اللي هو رئيس استوديوهات دي سي، غير كمان الممثلين وغير كمان الكاست بتاع العمل. بص يعني كل حاجه كده كانت بتاكد معاك فعلا ان الفيلم ده كان جامد جدا. ولكن للاسف وقت ما تيجي تتفرج على فيلم ذا فلاش بتلاقي ان هو فيلم عادي جدا. يعني ايه المشكله؟ ده فيلم عادي زيه زي اي فيلم، اركن على جنب. فانا شايف كده من وجهه نظري ان التسويه ده مازال موجود، وشايف ان جيمس جان يمكن يكون فعلا بيستغل الممثلين اللي شغالين معاه في الدي سي يو علشان خاطر يقدروا كده يسووا للفيلم بشكل احسن. ولكن للاسف احنا خلاص شبعنا من الموضوع ده. طيب هنا بقى بالنسبه لنوتة فرانك جريلو وايه اللي حصل معاه. اول حاجه كده لو جيت تبص من ناحيه فرانك جريلو هتلاقي ان جيمس جان بيستخدم الممثل ده علشان خاطر يطلع يثير الجدل شويه، وهو من الاخر كده خدوا بالكم علشان خاطر الممثل ده بيسرب اخبار. فبالتالي انت بعد كده هتكون مركز مع الكلام اللي بيقوله الممثل فرانك جريلو. هتقول لي ليه بقول لك كده؟ هقول لك ان من فتره نزلت لك اخبار كده على السوشيال ميديا، اللي بالمناسبه لو مش متابعني هناك هتلاقي الرابط بتاعهم في الديسكربشن تحت. قلت لك ان الممثل ده كان واخد تحذير قبل كده من جيمس جان علشان خاطر كان مسرب كده حاجات من داخل فيلم سوبرمان. ولو قلت لي طب ايه التسريبات المهمه اللي بسببها كده يحصل له تحذير، فاحب اقول لك ان هو كان بيتكلم على فيلم سوبرمان ان هو فعلا فيلم رائع وفيلم ممتاز، بس لا اكتر ولا اقل. مش شايف ان في حاجه مهمه يعني. على الجانب الثاني دلوقتي يقول لك انا اتمنى يعني ان انا ما اتعرضش لاي مشاكل بسبب الكلام اللي انا هقوله. طب ايه الكلام المهم اللي هو قاله؟ هو قال لك برضه نفس الكلام، ان انا حسيت كده بحراره واشعريره لما شفت اول نظره كده او اول لمحه كده من اعلان فيلم سوبرمان. واللي هو يا جدعان واحنا عيال صغيره بتحور علينا؟ ما احنا عارفين اصلا ان دي كلها افلام بتتعمل علينا كده كجمهور دي سي. جيمس جان من الاخر هو بيستعمل الممثل فرانك جريلو ككارت كده بيحرق بيه الاحداث، ولكن في الحقيقه هو مش بيحرق احداث ولا نيله، هو بس بيعمل شو خلاص مش اكتر. كذلك الامر برضه لو بصيت على حاجه زي كده في الام سي يو هتلاقي برضه اللي بيحصل نفس السيناريو. وزي ما قلت لك قبل كده يعني جيمس جان هو كده كده من مدرسه مارفل، فطبيعي جدا انه يعمل حاجه زي دي. ففي كده الاحوال انا واحد من الناس مش خسران حاجه. اتمنى بصراحه ان كلام الممثل فرانك جريلو يطلع صح، وان فعلا الاعلان بتاع فيلم سوبرمان يستاهل، وان كمان التسريبات اللي قلت لك في الفيديو اللي فات ما تكونش صحيحه، وان فيلم سوبرمان ينجح ويحقق نجاح كويس. ولكن في الاول وفي الاخر الايام فعلا اللي هتوضح الكلام ده ان كانه صحيح ولا كلام غلط. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو.